كابتن ناوي. عايز اقول قبل ما نبتدي حالات التحكيم لازم يعني من عندي انا واعتقد كابتن سمير يتفق معايا، لازم نحيي فيتور بريرا. صحيح. الراجل ده يعني طلع واصر على التحكيم المصري. لا ده صحيح. وانا شايف انه ده الحق الاصيل للتحكيم المصري. نعم. كاس مصر ونهائي كاس مصر اللي بيجي منه مندوب من الرئاسه نعم. يسلم على حكم اجنبي في النهايه. انا بعتقد لا. فانا شايف ان النهائي ان يكون حكم مصري هو ده الطبيعي. اللي مش طبيعي ان ما يكونش حكم مصري. كابتن سمير يعني عرفنا بطاقم التحكيم من جديد من اجل الاشاده من جديد بيه الحقيقه، لانه الحقيقه كلهم كانوا رائعين. ما شاء الله. كان امين عمر، محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، ومحمد عادل. اسلوب جديد النهارده اتعمل، بريرا عمله عمل 3 في غرفه الفار، احمد الغندور ومعاه هاني خيري وعمرو الشناوي. احنا بدينا النهارده بالشكل الجديد، هنجيب ال3 اهداف عشان نتاكد من شرعيه الاهداف سليمه ولا لا. عندنا اول هدف لبيراميدز، كان في ناس بتشك تسلل، لا ما فيهوش تسلل، برافو على الطاقم الحكام بالكامل. ده الهدف بقى. بعد كده التعادل النادي الاهلي، كرة صعبة جدا. أول حاجة برافو على أحمد حسام طه، حسام طه كرة صعبة جدا متحركة، أحمد ما رفعش الراية أصلا إنه واثق من قراره، وبعد كده الفار برافو عليك واقف صح. هو بس بعد كده الفار أكد على سلامة الهدف. اتفضل. هنا نمنا بس هنا نوري إن الخط الأزرق هو الأقرب لخط المرمى. والخط الأزرق يخص المدافع. شوف الهدف الثالث برضو اللي تم إحرازه، برضو كور من الكور المتحركه جدا، برضو كان فيها تقول تسلل ولا لا تسلل ولا مش تسلل. لا هدف سليم طبعا 100%، بس احنا جايبينه لان هي كور من كور متحركه اللي سريعه اللي ممكن اي مساعد حكم يتخمها في دي الاهداف. يبقى احنا اتاكدنا ال3 اهداف سليمه لا يوجد. نشوف اول حاله عندنا في المباراه، وحاله صعبه جدا، مطالبه النادي الاهلي ركله جزاء. نشوف في ركله جزاء لا. امين عمر احتسب ركله جزاء، لكن برافو على غرفه الفار بالكامل. الكره جايه في صدر لعيب بيراميدز، جايه في صدره وطلعت بره، لو كانت في ايده كانت هتروح في اتجاه ثاني خالص. رايك يا كابتن؟ كان يهمني في اللعبه دي حاجه واحده، امين عمر ما كانش يحتسب ركله الجزاء، كان عنده وقت، راح طلعت ركنيه، كان يقول لهم يسيب الركنيه تتلعب او يساله. لان ده عنده الاوبشن ده. عندنا بعد كده في كهرباء، طبعا احنا بغض النظر في خطا ولا لا، انما شكل الاعتراض ده غير مقبول اطلاقا. هنا يا سمير بس شوف اللاعب الحاله ولا هتصح. بس اللاعب هنا بص اللي بيحصل دلوقتي في الكوره ان طالما اللاعب بينزل بيعمل التاكلينج بيحط رجله على الكوره، الاكسترا موفمنت اللي هي الحركه الزايده اللي بتحصل، خلي بالك هو كهرباء اللي بيرجع عليه. يعني شوف اللاعب بينزل هنمشي كده لا يوجد فريم مفيش خطا. وانا عايز اقول ان دي هتبقى كوبي للعبه عبد الله السعيد. تمام. يعني تشوف اهو، اذا ميزان العداله عند الحكم في تقدير واحتساب الاخطاء واحد رغم خروج عبد الله السعيد مصاب بسبب اللعبه دي. ما هو دي كوره يا كابتن، ما دي كوره. بص اللعيب اهو بيعمل ايه؟ بياخد الكوره حط رجله، عبد الله السعيد انه راقب رجله في رجل اللاعب. اذا اللاعب ما عندوش مشكله. انا عندي راي مختلف. انا في الكورتين فاول. الكره بتاعت كهرباء طبعا، الكره بتاعت كهرباء فاول، والكره بتاعت عبد الله السعيد مش انا عشان ياخد الكوره هاذي لعيب. ده مبدا انا ما احبوش، ده في اذيه للعيب. نشوف الحاله. بس ده واخد الكوره تمام، بس واخد رجله تماما، بس واخد رجله يا كابتن. لا ما خدش رجله، ما خدش رجله. ماشي. يعني حتى الخبراء عندنا بيختلفوا يا جماعه، بس انا بتكلم على صوره. هنا طبعا اللعبه دي زي ما احنا شايفين يعني الالتحام كان قوي جدا. كانت تتمنى طبعا ان في اللعبه زي دي اللي هو السين بين حكام الفار مع الحكم بيحسب، يقول له فيها انذار فيها حاجه بدليل انك ما تفوتش كده يعني. لكن خلاص هي دي كره القدم في الدنيا كلها بيحصل. ايه رايك في الحاله دي يا كابتن؟ ده انت قول. اتفضل. انا اقول هنا في ركله جزاء لبيراميدز لم يتم احتسابها بناء على الصوره اللي احنا هنشوفها. بدايه عاوزين نشوف قبل ما يبقى في احتكاك، عندنا لعيب علي معلول ماسك تيشيرت لعيب بيراميدز حتى هذه اللحظه. اما نشوف هنا لعيب بيراميدز ما عملش اي حاجه خالص، حتى سنده الايد دي ما فيهاش اي دفع، في شد واضح من لعيب بيراميدز. هنكمل بقيه اللعبه. لعيب بيراميدز عاوز يوصل الكره، ما زال يوصل الكره، ابتدى يحط ايده على علي معلول، وبعد كده هنشوف علي معلول اعاقه. اما نيجي نكمل بالشد اللي احنا هنشوف ده، نكمل بقيه اللعبه. ده شد واضح من وجهه نظري هنا في ركله جزاء، وكان ممكن حكم الفار يناديه. كابتن ناوي، انا شايف ان لو رجعنا من الاول نرجع من الاول، كره علي معلول وبيحجز عليها. يعني انا عايز اقول نرجع بس شوف ايد اللاعب من الاول، بس نقف هنا مين اللي حط ايده الاول؟ لا دي تتمسك. لاعب الاثنين بتزامن يعني. هنا علي ماسك والثاني يعني انا عايز اقول في خطأين في آن واحد من الاثنين لعيبه. طبقا للقانون بيستمر اللعب. الى جانب النهارده انا لو انا بهاجم عشان اخد الكوره، اهاجم بايدي الاول في ظهر اللاعب اللي بيتحرك بيحجز على كورته
طبعا دي ما يعني بتبقى صعبه. حضرتك شايف ان فيها ضربه جزاء؟ انا شايف ان شايف يعني ان فيها ضربه جزاء بسبب الشد والايد بتاعت لعيب بيراميدز دي، ما عملتش ولا فردة ايده، ده ساند ايده. وبعد كده هنكمل التكمله، لعيب بيراميدز بيحاول يروح، اما نكمل التكمله ده في شد صرخ، ده متعلق او بلدي ده متعلق فيه وهو بيقع. دي وجهه نظري انا شايفها ركله. طبعا برضه انا سعيد ان الاثنين الخبراء بيختلفوا. جميل تمام. لا بس يعني انا في اتفاق معايا انا والحكم والفار. انا متفق معاك. يعني ما احبش ازعل الكابتن سمير. لا خلي بالك حتى لو كله اتفق، ده رايي انا. ايوه انا بقول له، لا انا بقول له بالظبط يعني انت بتقول الحكم، انا فرحان ان الحكم النهارده نجح. نجح ان انت مش حكم النهائي النهارده يا كابتن سمير. والله كنت اتمنى والله يا كابتن، انا حكمت قبل كده نهائي كاس مصر الحمد لله. عندنا بعد كده في برضو حاله مهمه جدا، حاله يعني استخدام قوه زايده واهمال واي حاجه تقولها على لعيب النادي الاهلي. بيضرب بالبوكس بالشكل ده. برافو على احمد الغندور والطاقم بالكامل انه شاف اللقطه. طرد مستحق على لعيب النادي الاهلي. يعني دي للاسف مش تهور، ده استخدام قوه زايده. برافو على امين، برافو على احمد الغندور والطاقم بالكامل، جابروا اللقطه الحلوه. هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي واحمد غندور بالظبط. ندى وراح ادى الكارت الاحمر. برافو يا امين، 10 على 10 فرد مستحق طبعا. نشوف بقى اللي بعدها. يلا. نص الحاله صح بس النص الثاني غلط في الطرد. هنا الاستئناف لازم تبقى عن طريق الركله الحره المباشره بتاعه الضرب، ما استئنافهاش فين؟ في الركله الركنيه طبعا، عشان دي لو كانت في ال 18 كنت هتستأنف بايه؟ بركله جزاء. كابتن شناوي عندك اتفضل. لا هو التطبيق اللي بيقولوا النهارده ان الكره لما اللي بيقولوا ده لازم كان الاستئناف يكون بالخطا اللي تم، ان هو رجعه، فلازم يقول استئناف. احلى لقطه في المباراه اللقطه الاخرانيه بتاعت امين عمر، انه شايف كويس جدا ان حسين الشحات شايفها كويس جدا وهي على الخط. برافو انه ما رجعش للفار. وانا شايف بصراحه طاقم التحكيم النهارده من وجهه نظري ماتش صعب جدا جدا. الماتش ده صعب عليهم بقاله 48 ساعه مش النهارده بس. وما شاء الله ومبروك للنجاح الطاقم بالكامل. ياخدوا كام من 10؟ انا شايف الاداء يعني في الامتياز، يعني كلهم في ال8 ونص و9 والحاجات دي كلهم. بسم الله ما شاء الله. انا لازم انقص درجه طبعا عشان ركله الجزاء اللي من وجهه نظري انا شايفها في ركله جزاء. يعني تديهم 9 بدل 10؟ 9 لا هو مدي كام؟ هو مدي 9. لا 8. انا موافقك النهارده يا كابتن شناوي 100%. نورتنا يا كابتن شناوي، نورتنا يا كابتن سمير. بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حازم بشكرك شكرا جزيلا. كابتن عماد بشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد حسن بشكرك شكرا جزيلا. كابتن فضل بشكرك شكرا جزيلا. من جديد مبروك للنادي الاهلي هذا الفوز الغالي وكأس مصر رقم 38. هارد لك لبيراميدز اللي عملوا مباراه رائعه. تصبحوا على الف خير.